عملنا الحلويات دي اللي مقلبه الدنيا والفيسبوك والتيك توك. عملنا ايه؟ ست كريمه. والله ست كريمه بلفه جلاش زي ما بقولك. الكميه دي كلها ولسه في 3 تانيين بلفه جلاش وحبه كريمه عملناها. بصوا اهي من جوه، بصوا الكريمه ومورق ازاي وزي الجميل. لو عايزه تعرفي احنا عملناها ازاي وورقناها وطلع بالمنظر ده ازاي، كملوا معايا الفيديو. بصوا بقى، عشان نعمل ست كريمه اول حاجه هنحتاجها نحضرها. طبعا انا عندي عسل، بس اللي ما عندوش عسل هيعمل كوبايتين سكر على كوبايه ميه وعصره ليمونه، وتغلي على النار لحد ما تستوي ويقفلها 5 دقايق وخلاص. هنا هنعمل المهلبيه بقى. ماشي، انا عندي هنا كيلو لبن، 3 معالق نشا، ده كله على البارد اهي، 3 معالق نشا هرميه و3 معالق سكر. ماشي، ده المهلبيه. اختياري بقى، انا عندي هنا كريمه لباني هحطها، ما عندكيش عندك كريم شانتيه حطي معلقه، وهنقلب كله وايه، وهنروح على النار تتقل ونشوف هنعمل فيها ايه. ادي الكريمه بتاعتنا خلصت. هجيب صينيه اهي وهدهنها فيها عشان انا عايزاها بارده خالص، مش هينفع استخدمها وهي سخنه. اسيبها بقى تبرد خالص ونشوف هنعمل ايه. بس عشان ما تعملش وش هجيب كيس تلاجة عادي كده واروح حطها عليها، بس كده عشان ما تعملش وش وتقشفش زي ما بيقولوا. بس كده اهو عليها، غطيها بس كويس ونسيبها بقى تبرد ونشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى هنعمل ست كريمه اللي قلب الدنيا. هنعمل ايه؟ عندي لفه جلاش، وطبعا عملنا مع بعض المهلبيه او الكريمه الكدابه. انا مش هعملها زي ما الكل بيعمل، هعملها بطريقه اقتصاديه وجميله وتعمل لك ايه كتير. بصوا لفه الجلاش اهي، هعملها بالطول وهقسمها كده بالنص. بيني وبينكم انا عملتها بالورقه 3 ورقات زي بعض، لقيتها كبيره قوي ومش عارفين ناكلها من اني ناحيه. عشان حق ربنا دي مش طريقتي، انا شفتها قناه عملتها وعجبتني الطريقه. اهو كده اهو كده اهو، هروح عاملاها كده بس. هو ده كل اللي انا عايزاه. المكسر ده مش هنرميه، هنسيبه كده، بس طبعا هنحط عليه فوطه او حاجه عشان ما ينشفش. انا عندي كيس اهو لحد ما اشوف فوطه اهو. بصوا بقى، دي زبده سيحتها، حطيت معاها معلقتين زيت بيكنج باودر واقلبها كويس. ليه بيكنج باودر يا فاتن؟ عشان تورق لك الجلاش بتاعنا وتخليه حلو قوي. اهو انا سيحتها بس كده. هجيب الرق الاولاني. بصوا اول رق انا عايزاه ايه؟ سليم. ماشي اهو، ادي اول رق معايا كده اهو، دخلين اهو. تاني رق اهو. تالت رق اهو، ونغطي اهو. ادي المهلبيه بتاعتنا بردت، هاخدها. اوعى تاخديها وهي ايه سخنه، هحطها كده في النص. ماشي، وهدهن كده. هروح ده اهي اهي اهو، عاملاها كده، واروح عاملاها كده. كل ما اعمل حاجه ادهنها اروح ايه، احط سمنه اهي كده اهو، واروح دهني. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا واروح حطها كده اهو. ماشي اهو. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. تعالوا نعمل مع بعض تاني. هو 3 رقات بس، واللفه بسم الله ما شاء الله، بدل ما هتعمل لك 1 ولا 2 ولا 4 بكبرها قوي، هنعمل ايه؟ حاجه محترمه. اهو، بس كل اللي بين راق وراق هندهن سمنه. اعملي زي ما بقولك، الخلطه دي هتطلعها لك تحفه اهو كده. اهو نعمل سمنه فيها ظرف اهو اهو. بصوا قدام بعض كده. ليه بقى بقولك القشطه تبقى بارده؟
عشان لو حطيتيها سخنه مهما كان، سواء بقى عملتيها في جلاش عادي او كنافه، هتلاقيها طلعت منك. لازم تبقى بارده خالص وانت بتحشيها في اي حاجه عشان ما تطلعش منك في الفرن. اهو كده. عملنا مع بعض اهو 3، متهيألي ايه اهو كده اهو. الفكرة وضحت. قفلي عليها كويس وما تخافيش مش هتطلع. كده اهو. وحطي الحته المفتوحه دي في تحت في ايه، في قعر الصينيه. اكمل بقى وارجع لكم. بصوا بقى، اول ما تطلع من الفرن هعملها بالعسل البارد وهي سخنه اهي. بس محطش عسل كتير. اول ما تطلع من الفرن بصوا جمال حلاوتها. هسيبها تبرد خالص ونزوقها مع بعض. بصوا بقى، ده كريم شانتيه عملناه مع بعض. ده كريم شانتيه خام، حطيت عليه سكر ومكعبين تلج وميه ساقعه. عايزه تعمليه بلبن براحتك، ولو عندك بس الكريم حطي معلقتين بيبقى تحفه قوي. هحط نصه وهنشوف. بصوا انا عايزه الكريمه تقيله كده، مش عايزاها خفيفه اهي. يبقى انا حطيت كوبايه الا ربع ميه. لو عندك بس الكريم هتحطي معلقه هيبقى تحفه قوي. ماشي اهو. بصوا انا عايزاه تقيل كده. بصوا بقى اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا عملنا قد ايه وما كلفتناش تمن واحده. كل حاجه عندك في البيت ما شاء الله، ربنا دايما بيطنع عمرنا بالخير يا رب والرزق الكتير اهو. بصوا كلفتناش حاجه خالص. طبعا بعد ما بردت حطينا في عسل وسيبناه يبرد خالص عشان الكريمه بتاعتكم ما تسحش. واول ما تحطوه كده حطوه في التلاجة عشان الدنيا حر، الكريمه ما بتلحقش تسيح اهو كده اهو. عايزين بقى بسكر بودر، بفاكهه، كل الخير اللي عندك اعمليه. عندي حبه مانجا حطيتها اهي. عندك فروته مسكره حطي اهو كده اهو كده. شوكليت شيبسي اهو كده. عملنا احلى ست كريمه ودلعناها كمان اهي. ايه رايكم بقى في ست كريمه بتاعت فاتن؟ تستاهل ايه؟ بصوا الجمال والحلاوه. ايه رايكم؟ بصوا عملنا كام واحد؟ ادي 3 6 9 وفي 3 تانيين. عملنا حوالي 12 قطعه بلف الجلاش، ما كلفتناش اي حاجه. عملنا لفه جلاش وحبه حبشتكنات بتمن واحده تشتريها من بره، وعملناها بكل ايه الاشكال والالوان. ايه رايكم؟ بحبه حاجات صغنطوطه. بصي الجمال. بصي تقدري تمسكيها صغيره تاكليها على قد الايد اهي. ايه رايكم في الحلويات دي؟ بصوا الكريمه من جوه تحفه اهي. ايه رايكم في الكريمه بقى اهي من جوه اهي، ما ساحتش وما طلعتش ولا اي حاجه. بصوا بقى الجمال ده. ايه رايكم في الجمال ده؟ استاهل عليه لايك ولا ايه؟ يا رب تكون الطريقه عجبتكم وسهله، واشوفكم في فيديو جديد وحلويات جديده. سلام عليكم.